مرحبا متتبعي أخبار المنتخب الجزائري القوي. قبل أن نبدأ، لا تنسى مشاركة الفيديو مع الجميع لنصل لأكبر عدد من الجمهور والمتابعين، ولا تنسى التعليق برأيك في أداء المنتخب الجزائري في الأونة الأخيرة. والآن لنبدأ. كشفت مصادر صحفية جزائرية عما قدمه لاعب المنتخب يوسف عطال من تضحيات لأجل تلبية نداء الوطن وعدم تفويت فرصة الالتحاق بمعسكر محاربي الصحراء في مركز سيدي موسى، حيث سيستعد الناخب الوطني جمال بالماضي وكتيبته لبطولة أفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار منتصف يناير كانون الثاني المقبل. وكانت النيابة العامة في جنوب شرق فرنسا قد طالبت بسجن يوسف عطال لمدة لا تقل عن 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ يقدر بنحو 45,000 يورو، نظرا لقيامه بنشر مقطع فيديو قصير عبر حسابه على منصته. وعقب وصوله إلى مركز سيدي موسى، قالت منصة النصر المحلية إن المدافع الأيمن لنادي نيس قدم تضحيات لا يستهان بها حتى يكون متواجدا على الأراضي الجزائرية في هذا التوقيت ومتاحا للمشاركة في المونديال الأفريقي، لافتة إلى أنه رضخ لشروط السلطات الفرنسية بدفع مبلغ مالي كبير في شكل وديعة لضمان استخراج تصاريح خروجه على ذمة القضية التي سيسدل الستار عليها في ثالث أيام العام الجديد. وأشار المصدر إلى معاناة عطال مما وصف بالرقابة القضائية المفروضة عليه لمنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، بيد أن وظيفته كلاعب كرة قدم دولي ومحترف في أوروبا جعلته يتمكن من كسر هذه القيود، لا سيما بعد إدراج اسمه ضمن القائمة الأولية المشاركة في الكان، لكن مقابل تفعيل كفالة أو وديعة خروجه من فرنسا والتي تقدر بنحو 80,000 يورو.